عيب يا استاذ ابراهيم، عيب يا استاذ ابراهيم، هذا الحديث مش لازم. بالحالة اذا عندك شيء تقوله بتروح تسمع كلمة. بتروح خدع حضرتك محامي. يا عيب الشوم. لا اسمعيني. يا عيب الشوم عليك. من وجهي، فيلم من وجهي. عندك شيء تقوله تروح خبي غير شيء ثاني. بلا خلق فيلم من وجهي. يا عيب الشوم. عندي مقابلة على الهواء، انا ما يصير. عيب يا استاذ ابراهيم. يا عيب الشوم. هذا نحن على الهواء صرنا سوري. على كل حال اذا عندك شيء تقوله روح فيك ترفع دعوة يا استاذ. بس هيدا برنامج بعتقد محترم. هذا لحظة مرحبا. هلا عم تحكي معي، انا كنت هلا عم بحكي معك هلا نحن على الهواء. الو استاذ غادة، صرنا جاهزين نطلع على الهواء لانه كنت علقان مع هون الخادمة عندي بالبيت، كنت انا وياه عم نتشارع. سوري انه نعم استاذ ابراهيم، ما عم تحكي معي كنت؟ لا كنت عم بحكي مع الخادمة عنا، جيت من غير المكتب باعتها من عند واحد ثاني، عم بأجر عم تشتغل عند غير واحد، ايه وهذا بيلعبوا قمار، طلع صاحب المكتب. كنت بيلعبوا قمار يعني بيعرفوا. لا هي الفساد خلص شو بدنا فيها لان عصبت يعني بيعرفوا روق شوي. هلا ما كان معنا على الهوا عم بيقول لنا. يلا تفضل انا جاهز نطلع على الهوا، شو بتحب تساليني؟ يعني حضرتك كل هالكلام ما كنت عم توجهه لإلي؟ لا ابدا ست غادة، انا كنت علقان مع الخادمة عندي هون بوجهي بالبيت، انا هلا عم بحكي معك لك بالاوت عم بحكي معها. لا ايه تفضل شو بدك تساليني؟ بس قال عم بيلعب قمار يعني بيعرفوا. يا خيي خلصنا بقى من هالموضوع، عم بقول لك كان عم بيحكي مع السرلنكيه تبعيته. شو تبعيته. المقابلة هلا على الهوا شو بدك تفضل استاذ، تفضل استاذ انا بس ابراهيم. كان اتصالي بس لك انه بهنيك على البرنامج. شكرا. ايه وهذا البرنامج انا دائما بحضره وبتابعه، يعطيك الف عافيه. بس هيك بس انا شكرا شوي الله يعطيك. شكرا لك. فاذا مشاهدينا كنا مع سعاده النائب ابراهيم كنعان، رح نتوقف للحظات صغيره مع الآلين وبنرجع بنتابع حديثنا من هيدا البرنامج.